يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. وصفتنا لليوم كيكة الشوكولا بكرات جوز الهند. كيكة سهلة كتير وسريعة، مكوناتها موجودة بكل بيت. إذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا اللايك واشتركوا بالقناة، ويلا نبلش. هون عنا 3 بيضات، أخدنا منهم بياض بيضتين وحطيناهن على جنب، وبنبلش خفق. أنا استخدمت المضرب اليدوي وإنتوا فيكن تستخدموا الكهربائي. وبنضيف زرف فانيلا وكاسة سكر، وبنخفق لحتى يصير لون الخليط كريمي فاتح. وبعدها بنضيف كاسة زيت ونحرك. وضفنا كاسة لبن زبادي وممكن استبداله بحليب. وهلأ ضفنا نص كاسة كاكاو غير محلى. ومنضيف الطحين بالتدريج، وأنا استخدمت 3 كاسات. مع زرف بيكنج باودر، وبنحرك لحتى يمتزج الخليط. وهيك صار خليط الكيكة جاهز. ولكرات جوز الهند استخدمنا بياض بيضتين وربع كاسة سكر باودر وبرش ليمونة وكاستين إلا ربع جوز هند، ونخفق البياض منيح. ومنضيف السكر وبرش الليمون وبنحرك. وبعدها بنضيف جوز الهند ونخلط لحتى تصير معنا بقوام العجينة. وبنشكل الكرات لحتى يخلص معنا الخليط. دهنت القالب بالزبدة ورشيت طحين، وضفت نص الكمية من الخليط. وهلأ بصف الكرات بالقالب. وبنزل بقية الخليط. وهيك شكل الكيكة بعد ما طلعت من الفرن. أنا حبيت زين بصوص الشوكولا. ورشيت على الوش لوز مطحون، وهذا شيء اختياري.
وهيك صارت كيكتنا جاهزة، وإن شاء الله تعجبكن، وصحتين وهنا.